السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر اليوم، وزيرة الخارجية الفرنسية تغضب الجزائر بتصريحاتها حول التعديل في النشيد الجزائري. قبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. سببت تعليقات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا المستغربة من مرسوم جزائري يكذب توسيع استخدام النشيد الوطني قسماً بنسخته الكاملة يتضمن مقطعاً يتوعد فرنسا بالحساب في ردود فعل غاضبة في الجزائر، واعتبرت حديثها استفزازياً وتدخلاً غير مقبول في شأنها السيادي. وقالت الوزيرة أن المقطع المتعلق بفرنسا في النشيد الوطني قد أصبح خارج الزمن. وفي المقابل قال الوزير السفير السابق عبد العزيز رحابي أن التصريح الصادم الذي أدلت به وزيرة خارجية فرنسا بشأن نشيدنا الوطني غير مناسب بقدر ما هو غير مقبول. واستغرب رحابي في تدوين له على فيسبوك كيف أن كاثرين كولونا تتمنى أن تكون لها أفضل العلاقات مع الجزائر، وفي نفس الوقت تشكك في قرار الجزائر السيادي بتوسيع استخدام نشيدها الوطني في ظل الظروف والشروط التي تختارها الحكومة الجزائرية. وأضاف رحابي أن الأناشيد الوطنية تعتبر منذ القرن الثامن عشر رمزاً للدول وتمثيلاً لتاريخ البلدان في وقت معين، وبالتالي فإن العديد من الأناشيد الوطنية تشير إلى عدو الأمس كما تتميز بعضها بأكثر من نسخة، فهذا ليس خاصاً بالجزائر. ووفق سفير الجزائر السابق في إسبانيا، فإن من المؤسف أن عضواً في الحكومة يغذي النقاش بتصريح غير مناسب وغير مقبول في ظرف داخلي فرنسي يتميز حسبه بحملة متواصلة تحركت فيها أحزاب وشخصيات يمينية بهدف وضع الجزائر في قلب الجدل الداخلي حول قضايا الهجرة، ثم محاولتها إقحام الجزائر في عواقب الحرب في أوروبا، ومحاولة إضعاف قرارها السيادي في السياسة الخارجية. وفي النهاية لا تنسى لايك للفيديو